عامل اعلان ممول ب 50,000 جنيه هيفشل لو عملت الخمس حاجات اللي انا هقول لك عليهم. اول حاجه ان يكون المحتوى بتاع الاعلان بتاعك ضعيف، وده اكتر سبب ممكن يوقع اي اعلان ممول. حتى لو الاعلان قوي بس الصفحه فاضيه ضعيفه ما فيهاش محتوى العميل ممكن يهتم بيه. العميل بيدخل يبص ويمشي، مفيش ثقه ما بينك وما بينه. علشان كده المحتوى هو اهم حاجه تعملها علشان تقوي الاعلانات بتاعتك. تاني حاجه ان يكون الاستهداف بتاعك غلط. انت مش عارف الفئه المستهدفه اللي انت عايزها، مش عارف انت بتخاطب مين. فما ينفعش يكون دكتور نسا عامل اعلان للسيدات والاستهداف بتاعه يكون في رجاله. وما ينفعش اعلان يكون لفئه مستهدفه فئه عمريه ما بين 20 ل 30 سنه ويروح لناس اعمارهم اكبر من كده. انت كده بتبقى بترمي فلوس في الارض. ثالث حاجه يكون الاعلان رسالته مش واضحه. انت مش واضح للعميل، مش فاهم انت عايز تقول له ايه. اعلان فيه كلام كتير ولكن مش مترتب ومش واضح. رابع حاجه ان مفيش حافز قوي. انت بتقول للعميل تعالى احجز. طب ليه؟ ايه الحافز اللي هيخليني احجز معاك او اجيلك؟ خامس حاجه مفيش متابعه ومفيش تحليل. بتشغل الاعلان وبتسيبه. وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده ان لازم الاعلان الممول اتابعه اول باول واعمل له تحليل اول باول واعدل عليه اول باول علشان اوصل لافضل استهداف ممكن. فلو انت عايز تعمل اعلان صح، السر مش في ميزانيه التمويل الكبيره، السر في المحتوى القوي والرساله الواضحه والاستهداف الدقيق. غير كده هتقعد تصرف فلوس على الاعلانات وما بتجيبش نتيجه.